يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سوالف طبية. دكتورة مريم الشطي حياك الله معنا. الله يحييك، شكرا دكتور محمد. الله يسلمك إن شاء الله. دكتورة مريم الشطي حضرتك مختصة في الأشعة ومهتمة في سرطان الثدي بشكل عام، ودكتورة يمكن في سلسلة من الحلقات قدمنا الكثير من المعلومات الهامة لخوات النساء حول هذا المرض والمعلومات اللي تشوف حوالين هذا المرض. لكن اليوم لما نتكلم عن أعراض هذا المرض، شنو أعراضه، شلون تصير، شنو الأشياء أو المعلومات الصحيحة أو الخاطئة اللي تكون كأعراض اللي ممكن عندنا تكون كدليل إنه ممكن نحن نراجع طبيب مختص للاكتشاف شنو هذه الأعراض اللي موجودة. طبعا الأعراض اللي ممكن الوحدة تحس فيها أعراض وايد، إنزين، ومو كلها يخرع. صحيح. لأن في أعراض طبيعية فسيولوجية، تغييرات تصير بالجسم، إنزين، وفي أشياء لا، أشياء مرضية. طبعا الدكتور هو اللي يقدر يفرق بين هالشغلتين، بس هم إحنا كحريم نقدر نفرق بينهم، إنزين، وما نستعجل ونروح حق الدكتور إلا إذا استمرت الأعراض معنا. صحيح. من الشغلات اللي ممكن تحس فيها المرأة اللي هي الكتل، إنزين، بس الكتل هذه لازم تحتاج طبيب، إنزين، ما فيها روح وتعال. حتى لو ما كان شيء يخرع دكتورة، صحيح؟ لازم تروح. ونفس ما قلنا بأول حلقة أن الكتل ممكن تكون اكتشاس أو تليفات أو أشياء صحيح. حميدة، مو ضروري إن شيء يخرع. مو ضروري، بس لازم نعرف إيه هي شنو. صحيح. إنزين، مو بس الحريم، حتى الريايل. أي شخص سواء مرة أو ريال، والمرة بأي مرحلة سواء كانت آنسة، حامل، مرضع، أي مرحلة من حياتها تحس بشيء لازم تروح تشوف إن هذه الكتلة هي شنو، لأنه ممكن يكون أي شيء بغض النظر عن المرحلة. الريايل ممكن يحسون في كتل بالثدي، وأغلب الريايل راح يكون تثدي، إنزين، تثدي بسبب خربطة هرمونات، بسبب الإبر اللي ياخذونها حق ما يكون كانسر دكتورة، صحيح؟ ما يكون كانسر، إنزين، بس هم الريايل ممكن يصير فيهم كانسر. صحيح. إنزين، فأنا شلون راح أفرق بين تثدي وكانسر؟ صحيح. إنزين، فأي شخص ريال ولا مرة لما يحس بكتلة بالثدي لازم يروح الطبيب. ممتاز. إنزين، هاي المرحلة الأولى. هذه الأولى. أوكي. بالنسبة حق آلام الثدي، لا، في آلام فسيولوجية طبيعية اللي تكون متقطعة، متغيرة، تختلف حدتها وتختلف مكانها، تختلف من وقت له. هذه أشياء طبيعية إحنا ما نخاف منها، خصوصاً إذا كانت بالناحيتين. صحيح. نخاف من الألم إذا كان بجهة واحدة ومستمر ما تغير. إنزين، فهني لازم نروح نشوف شو السالفة. دكتورة شنو تقصدين فيه مستمر؟ ألم حاد بمكان معين. يعني أنا دائماً أقول حق مريضاتي لما تيجي تقول لي دكتورة عندي عوار، وينه؟ من تأشر على الصدر كامل تقول لي أحس العوار ماخذ الصدر كامل، أدري إنه ما فيها شيء. ممتاز. إنزين. هذا مؤشر. إنزين. من تقول لي هني عورني، هني يقول لا، ليش هني؟ إنزين. مكان محدد. إيه. نفس لما كل أقولها لما تطلع لك نفرة بخدك، خدك كله يعورك ولا النفرة؟ إنزين. النفرة هي اللي تعور، معناته المكان المحدد هو اللي ما نحبه. إنزين. الشيء العام، الشيء هذا ما عادة ما نخاف منه. ممتاز. دكتورة ما شاء الله يعني شرح كافي وافي عن الأعراض. راح نتكلم أكثر عن بعض النقاط الهامة حول هذا المرض بشكل دقيق، وعندي الكثير من الأسئلة، لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيخ مع الدكتورة مريم الشطي. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عدنا من بعد الفاصل. دكتورة كنا قاعد نتكلم عن الأعراض وبينتي لي إن في أعراض أخرى نبي نستكملها من بعد الفاصل. دكتورة فتكلمين عن الأعراض. الأعراض الثانية تكون شوية أقل من ناحية الفريكونسي، هو أكثر شيء اللي نشوفه اللي هي الكتل والآلام. بس إفرازات الحالة مهمة، من الأشياء المهمة اللي راح تجي. نفس الشيء إذا كانت من الناحيتين ولونها أبيض، هذه أشياء عادية. إنزين، ما نخاف منها. لكن إذا كانت من جهة واحدة أو لون بني أو أحمر أو أخضر، هذه شغلات لا، لازم تكون مهمة ولازم نراجع لها. أي تغييرات في الجلد مهم إن هي تروح من تشوف الشكل الخارجي. نعم. الشكل الخارجي، احمرار، سماكة أو غمازة جديدة ما كانت موجودة، أي تغييرات أو تشققات في الحلمة أو إنها تنقلب تكون عادية بعدين تدخل لداخل، هذه أشياء ما نحبها. وأي تكتلات تحت الإبط هم هذه ما نحبها، لأن الإبط هو أول مركز ينتقل السرطان قبل لا يدخل الجسم. أنا دائما أقول إن الثدي شيء واقف برا مو داخل الجسم. صحيح. والبوابة اللي راح تدخل حد الجسم هو الإبط. فالإبط مهم لما الوحدة تفحص نفسها، مو بس تفحص الثدي، تفحص الثدي وتفحص الإبط. فأي كتل بالإبط ضروري إنها تروح تتأكد إن ما عندها مشكلة في الثدي. نعم دكتورة، بالنسبة حق الإبط يعني هو يعني في غدد مثلا
عرقيه وكذا لمفاويه، فالدكتوره اعتقد ان الكتل هذه ممكن تطلع وتروح بعد فتره، صحيح؟ اذا كان في اي التهاب بالجسم، صحيح. زين، لان الغدد الليمفاويه هي خط الدفاع مال أكيد. الجسم، صحيح. فاي التهاب بالجسم راح ينتفخون ويفشون ينتفخون ويفشون. فهل مثلا اذا انا مثلا صار فيني هذه الكتل، هل يجب علي اني انا اراجع دايركت ولا انتظر فتره معينه؟ شنو رايك؟ لا، اراجع. راجع. الافضل ها؟ كتل راجع. ممتاز. زين دكتوره، لو بنروح حق العوامل اللي ممكن انها تزيد من الخطوره وممكن العوامل انها تقلل من هذا المرض، تكلميني عن العاملين دكتوره. ماكو طبعا مسبب دايركت حق سرطان الثدي، نفس ما نعم. قلت في اشياء تزيد في اشياء تقلل. صحيح. من الاشياء اللي تزيد في اشياء احنا ما نقدر نتحكم فيها، زين، مثل البلوغ بسن مبكر قبل سن 12 سنه، او انقطاع الدوره بعد عمر ال 55، فمعناته ان الوقت اللي تعرضت للمراه حق الهرمونات يعتبر شويه طويل. هذه اشياء احنا ما نتحكم فيها. نعم. بس في اشياء ممكن احنا نتحكم فيها، وممكن ان هي تزيد كميه الهرمونات، الادويه الهرمونيه اللي تاخذها، بعض انواع موانع الحمل، الادويه اللي تاخذها على اساس حق علاج الحمل، الهرمونات البديله بعد انقطاع الدوره، هذه كلها هرمونات تزيد. التدخين، الكحول، السمنه، بتقول لي انتوا دكاتره كل شيء بتدخلون فيه سمنه. نعم. زين، بس كميه الدهون المفرطه راح تكون هي مصدر حق الهرمونات اللي تساعد حق تكوين كل انواع السرطانات، مو بس سرطان الثدي. صحيح. فشغلات هذه هي العوامل اللي تزيد، نحاول ان احنا نتجنبها. نعم دكتوره، انا باكد على نقطه السمنه، لان دكتوره يمكن احنا في برنامجنا نستضيف كل التخصصات من الدكاتره، الكل دكتور يتكلم ان السمنه هي احد المؤشرات لوجود الكثير من الامراض وليس فقط السرطان. فالنقطه اللي قلتيها ان ليش كل شيء يدخلون في السمنه، لان دكتوره الاحصائيات والدراسات تثبت ان اغلب الامراض المزمنه واكثر الامراض هي بسبب السمنه، عشان كذي منظمه الصحه العالميه اطلقت عليها هي ام الامراض دكتوره، فانا اكد على كلامك الصراحه. صح. بالمقابل الاشياء اللي تحمي هي الرياضه، الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم. صحيح. الجسم السليم راح يقاوم كل شيء، مو بس السرطانات. صحيح. يقاوم الامراض المزمنه، يقاوم الشغلات الثانيه. فعشان نبني جسم سليم نحتاج الرياضه، نحتاج التغذيه الصحيه، الاغذيه اللي فيها الاوميجا 3 انزين موجوده في السمك، وحق الناس اللي ما يحبون السمك نفسي في بذر الكتان، يعتبر مصدر طبيعي قوي حق الاوميجا 3. الالياف وايد مهمه اللي في الخضار وفي الفواكه، مضادات الاكسده في الشاي الاخضر، الدارك شوكليت، البيريز، هذول وايد اشياء تعامل تساعد الجسم انه هو يحارب السرطانات. الحين الشغلات الرضاعه الطبيعيه زين تعتبر عامل وايد مهم انه هو يحافظ عليها، لان لما المراه ترضع هرمون الحليب هو اللي يكون مرتفع يقلل باقي الهرمونات. صحيح. فهي قاعد تحمي نفسها. صحيح. من الهرمونات الثانيه اللي هي تسبب السرطان، عشان شي الرضاعه الطبيعيه وايد مهمه. مع كل هالاشياء الخطوره والحمايه، ماكو أحد للأسف يقدر يقول إن أنا سيف 100% من سرطان الثدي. أكيد. الواحد يحاول إنه هو يسوي الشغلات الزينة. صحيح. يحاول يوخر عن الأشياء اللي مو زينة، بس بالنهاية الكشف المبكر هو الفيصل، هو المفتاح حق الشفاء. ممتاز دكتوره، ربط جدا جميل ان احنا بينا ان في سلوكيات المفروض ان احنا نسويها، وفي امور يجب علينا احنا نبتعد عنها، لكن الفيصل عندنا دكتوره هو الكشف المبكر، لان الكشف المبكر بينتي لي في الحلقات السابقه دكتوره انه هو يعطيني نتائج توصل الى 99 او 100% من الشفاء كون في كشف مبكر. فاحنا نوصل من خلال وجود حضرتك الدكتوره ويانا حق هذه رسائل توعيه حق الساده المشاهدين ان الكشف المبكر هو الحل الرئيسي والسلاح الاوحد لمهاجمه اي اعراض ممكن تكون موجوده عندي لوجود السرطان في الثدي. دكتوره مريم الشطي، باسمي وباسم اسره برنامج سوالف طبيه، نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمه. جزاك الله خير على مجهودك. الله يسلمك ان شاء الله دكتوره. اعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله، مع السلامه.